السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم متابعين مطبخ شيمو لأحلى الوصفات. النهاردة إن شاء الله هنجهز مع بعض كيكة قشر اليوسفي. لو جايبة يوسفي اوعي ترمي القشر بتاعه. طبعا بتغسلي اليوسفي بتقشريه طبعا لأولادك، احتفظي بشنطة كده عندك في الفريزر مليانة قشر يوسفي. هتستخدميها في يوم زي ده تكوني عايزة تعملي فيها عشوة حلوة أو كيكاية جميلة لأولادك، سواء للفطار أو للعشاء، جايلك ضيوف، هتروحي زيارة لأي حد، عايزة تعملي صينية كيكة تكون مختلفة وطعمها حلو. جربي طريقة كيكة قشر اليوسفي بطريقة سهلة، والطعم بجد حقيقي يستحق التجربة. جبت رتل الخلاط معايا وضفت فيه كوباية الا ربع من الزيت، كوباية من الحليب، وكمان قشر حبتين من اليوسفي، معايا حبتين من البيض، معايا كوباية وربع من السكر الأبيض. ممكن طبعا عايزة تقللي السكر تخليه كوباية براحتك جدا لو انت ما بتحبيش سكر كتير في الكيكة. أنا بالنسبة لكوباية وربع عندي بيبقى التحلية دي مظبوطة جدا. ضفت كمان عندي الفانيليا، لو برضو مفيش عندك فانيليا سايلة ممكن تضيفي عادي كيس فانيليا عادي بودر. ضفت عندي كمان معلقة من بودرة عصير الفروتي. أنا مستخدماها ليه؟ أنا ضايفة طبعًا فانيليا، بس مستخدماها علشان تعزّز لي اللون بتاع الكيك. هاخد كل دوّة عندي على الخلاط، طبعًا الخلاط المُنجز عندي في أي كيكة لمّا باعملها ما باخدش فيها يا جماعة والله ثواني الحمد لله، بتبقى مدة الخبز بس. معايا في البولة اللي قدّام حضراتكم دي كوبايتين وعليهم كمان يعني قولي كوبايتين ونُص أو 3 كوبايات إلا ربع من الدقيق، ضايفة عليهم رشة ملح وكيس بيكنج باودر. ما فيش أكتر من كده، قلّبتهم كده بالمضرب السلك زي ما حضراتكم شايفين، دي بالنسبة لي المواد اللي هي الجافة. ضربت طبعًا المواد السايلة عندي، السكر والحليب والزيت والبيض والفانيليا وقشر اليوسفي، أهم حاجة تضربي كويس أوي في الخلاط. أنا طبعًا باحتفظ بيه عندي في كيس بلاستيك أو في علبة في الفريزر، ووقت ما باعمل الكيك باطلّعه قبلها ببتاع دقيقتين 3. هتقلّبي طبعًا بالمضرب السلك بتاعِك في اتجاه واحد، طبعًا الريحة بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، الريحة حقيقي وهمية، جميلة جدًا، جدًا، وحقيقي الكل هينبهر بطعمها وبقوامها وبشكلها. هتشوفيها دلوقتي معايا. وأنا باقلّب لاحظت إن القوام تقِل عندي شوية، خفّفته كده بمعلقتين 2 من الحليب. طبعًا كل المقادير بتاعة الكيك بتاعتي بدرجة حرارة المطبخ، طلّعت البيض وطلّعت طبعًا الفانيليا البودر بتاع الفروتي، وأي حاجة أنا هاستخدمها سواء كمان برضه هاستخدم سمنة باكون مطلّعاها قبلها بفترة. أنا النهارده اشتغلت بالزيت، ممكن تستخدمي نُص الكوباية زيت ومعلقتين من السمنة برضه براحتك. بطّنت الصينية عندي السمنة والدقيق، وبعد كده بدأت أنزل بخليط الكيك عندي. كده تمام بقى جاهز. هاخبزها على درجة حرارة 180 فرن سخن جدًا على الشبكة لمدة 3/4 ساعة. أنا النهارده هاقدّم جنبها سحلب بالشوكولاتة. طبعًا طريقة عمل السحلب الفانيليا والشوكولاتة موجودة على القناة التانية بتاعتي وصفات أم البنات مع شيمو لو حبيتِ تعرفي الطريقة. كده أنا طلّعتها خلاص، ما شاء الله، ما شاء الله زي الفل. هاختبرها كمان قدّامكم بأي خِلّة خشب كده علشان تشوفي قد إيه هي استوت، وما شاء الله الكيكة طالعة زي الفل معايا، الخِلّة طلعت نضيفة، يبقى كده الكيكة بتاعتي استوت. سِبتها تهدى حبّة وقطّعتها، تعالوا شوفوا بقى إيه الإبداع والجمال. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، شكلها تحفة، طعمها حكاية، اللون بتاعها يجنن، مش قادرة اوصف لِك قد إيه قلبت ريحة المطبخ بجد، وطعمها حلو أوي، أوي. كل اللي هياكلها منِّك هيقول لِك على طول ادّيني الوصفة والطريقة. جرّبيها هتنفعِك أوي بطريقة رهيبة. اللون تحفة، طعمها خرافة، السكر مضبوط على الشعرة. إن شاء الله هاسيب لِك كل المقادير بتاعتي عندي في صندوق الوصف. أهم حاجة إن أنتِ ما ترميش أي قشر يوسفي عندِك. اغسلي اليوسفي كويس أوي، قشّريه لأولادِك واحتفظي بالقشر عندِك في الفريزر، هتحتاجيه صدقيني لمّا تجرّبي الوصفة. عملت لهم كمان شوية فشار، واللي عايز شاي بلبن برضه عملت له، واللي عايز السحلب بالشوكولاتة عملت له. وبتبقى سهرة حلوة جدًا، جدًا، الأولاد بيفرحوا لمّا بتعملي لهم الحاجات اللي هم بيحبوها، أحسن من الشيبسي ومن الأندومي ومن أي حاجة من برّه بتجيبيها لهم من برّه صدقيني، حاجات البيت ما فيش أنضف منها. شوية فشار هتعمليهم، هتضيفي عليهم شوية ملح، ممكن تعمليه زي ما أنتِ عايزة، وإن شاء الله الفيديو يعجبكم، ما تنسونيش في اللايك في رعاية